السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة صحي ولذيذ. فيديو اليوم راح نشارك معكم طريقة تحضير فلان شوكولا اللي راح يخليكم تستغنوا على شراء الفلان نهائيا. القوام تاعه كريمي وخفيف وبزاف بنين، كما العادة راح نحضره معكم بطريقة صحية. وصفة اليوم راح تكون بدون حليب ولا بيض ولا سكر ولا نشاء، والنتيجة كما راكم تشوفوا روعة. تحلية اليوم راح نحضروها بدون حليب، وعلى هذه راح نشارك معكم بديل الحليب اللي هو حليب جوز الهند. بالنسبة لي دائما كي نحضر معكم تحليات بالحليب يطلبوا بدائل للحليب، يعني هذا حليب جوز الهند أحسن بديل للحليب، يعطيكم بنة رائعة للتحليات تاعكم. إذا هنا كما شفتوا حطيت كوب من مبشور جوز الهند وضفت عليه 3 أكواب من الماء يكون ساخن جدا. بالنسبة لسعة الكوب هي 220 مليلتر، وتقدروا تستعملوا كوب أكبر إذا بغيتوا تحصلوا على كمية أكبر من الحليب. غطيت على هذا الخليط وخليته يرتاح لمدة ساعة، تقدروا تخلوه مدة أطول راح يكون أحسن. وبعدها نحط هذا الخليط في خلاط ونطحنوه جيدا. نطحنوا هذا الخليط لمدة 5 دقائق. هنا كل ما طحنا هذا الخليط جيدا كل ما نتحصلوا على قوام تاع الحليب يكون ثقيل، وايضا هذاك الطعم يكون باين فيه تاع جوز الهند. هنا انا درت الحليب شويه مخفف، يعني درت 3 كيسان تاع الماء. هي عاده نديرو كوب واحد من مبشور جوز الهند، نضيفو معاه كوبين تاع الماء الا بغيتو يعني هذا الحليب تشربوه يكون شويه ثقيل. اما انا في التحليات يعني نديره مخفف، يعني باش نتحصل على كميه مليحه من هذا السائل او بديل الحليب. ولا تقدروا حتى ديروه مخفف اكثر، ديروا 4 اكواب تاع الماء. يعني نتوما كل ما بغيتوا هذا الحليب يكون مخفف تضيفوا من كميه الماء. هنا بعد ما طحنت الخليط جيدا صفيته ونعصره جيدا باش نستخرج كامل هذاك الماء كما راكم تشوفوا. وبالنسبه لهذاك مبشور جوز الهند اللي يبقى لي اكيد ما راحش نرموه، يعني نضيفوه في الكيكات في الحلويات حتى في الخبز. فقط دخلوه للفرن يعني يكون دافي، وخلوه حتى يعاود ينشف جيدا، واحتفظوا به في الثلاجة وتستعملوه. ونكون تحصلت على بديل حليب اللي هو حليب جوز الهند، بزاف بنين، القوام تاعه رائع. تقدروا تشربوه ولا تستعملوه كبديل للحليب في كامل الوصفات اللي فيها الحليب. جميع التحليات اللي حضرتها معكم من قبل وكان فيهم الحليب تقدروا تستعملوا هذا حليب جوز الهند. بالنسبة للتحلية تاع نهار اليوم راح نحتاج فيها كوبين من الحليب. سعة الكوب دائما هي 220 مليلتر، يعني بالكامل عندي 440 مليلتر. نضيف عليهم 3 ملاعق كبار من العسل، أنا هنا استعملت عسل التمر، تقدروا تستعملوا الرب ولا سكر التمر ولا سكر جوز الهند أو أي محلي طبيعي. والمقدار أيضا تقدروا تزيدوا من مقدار المحلي الطبيعي لو بغيتوا الفلون تاعكم يكون حلو بزيادة. نضيف أيضا 2 ملعق كبار من الطحين، أنا هنا استعملت ملعقة من طحين الشوفان وملعقة من طحين الشعير. نضيف أيضا ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو الخام، يعني كاكاو بدون سكر. تقدروا تستبدلوا بودرة الكاكاو بالخروب، مسحوق الخروب. والطحين الشعير وطحين الشوفان تقدروا تستبدلوهم بأي نوع طحين نتوما تستخدموه. نديهم على نار متوسطة ونحرك، يعني هنا ما نتوقفوش على التحريك، خاصة كي يبدا يسخن الخليط ما نتوقفوش كامل على التحريك، يعني باش ما نديرناش هذيك الحبيبات في الكريمات تاعنا. هنا كي يبدا يعقد الخليط في الاخير نضيف قطعتين من الشوكولا السوداء، يعني حوالي 15 غرام او على حسب نتوما الا بغيتوا الطعم تاع الشوكولا السوداء يكون باين بزياده في الفلون تاعكم. زيدوا من كميه الشوكولا السوداء قطعتها باش تذوب بسهوله. نخلط جيدا، كي تذوب هذيك الشوكولا نحي الخليط من فوق النار ومباشره نفرغ منه في اكواب تاع الفلون. هنا بالنسبه لهاد الاكواب تاع الفلون كنت شمختهم بالماء ونقطرهم، يعني باش من بعد يتنحى لنا الفلون من هاد الأكواب بكل سهولة. بالنسبة لهاد المقدار اللي عطيته لكم راح تحصلوا على 4 حصص تاع الفلون. هنا راح نخلي هاد الفلون يبرد خارج الثلاجة، ومن بعد ندخله للثلاجة يبرد جيدا على الأقل مدة 2 ساعات باش يتماسك ويجمد. وهنايا كما راكم تشوفوا بعد ما برد نقلبه هنايا في الأطباق، يعني يتنحى بكل سهولة. راح نزينه بقليل من مبشور جوز الهند اللي كنت حمصته، بما أنه حضرنا هذا الفلون بجوز الهند.
ويكون الفلان شوكولا تاعنا جاهز وجا روعة روعة بزاف بنين. ذوق الكاكاو مع الشوكولا السوداء مع حليب جوز الهند ضيف له مذاق رائع، والقوام كيما راكم تشوفوا بزاف خفيف وكريمي. الا بغيتوا الفلان تاعكم يكون القوام تاعه متماسك ضيفوا من كمية الطحين. صراحة انا نفضل الفلان يكون بهذا القوام هكا خفيف وكريمي. كانت هذه وصفتنا لنا اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم. نقولكم سلامة، تهلاو في روحكم وفي صحتكم. تلقاو فيديو اخر ووصفات جديدة باذن الله، والسلام عليكم.